لو عايز تدخل عالم السكيت وتتعلم بسرعه، فانت اولا محتاج تشتري سكيت. اشتري السكيت الخاص بيك، بلاش انك تستلف سكيت بتاع اقرب صديق ليك، لان هو ممكن ميبقاش حابب ان هو يسلفك السكيت بتاعه. وفي نفس الوقت انت محتاج السكيت بتاعك يكون افيلبل كل الوقت عشان خاطر تتمرن في اي وقت انت تحبه وفي كل المواعيد المناسبه بالنسبه لك، واللي مش شرط تكون مناسبه مع صاحبك انك تاخد السكيت في الوقت ده. فالافضل يكون معاك السكيت الخاص بيك. دور كويس واعرف كل انواع اللي انت تقدر تشتريها، وما تستخسرش ابدا انك تجيب براند كويس. بلاش تشتري الباتيناجات الرخيصه اللي موجوده عند المحلات الرياضيه، الاسعار بتبقى 300 400 900، لان هي بتبقى رديئه جدا، وبيبقى هي من بره شكلها زي الباتيناج، بس هي مش بتعمل اي حاجه من الباتيناج بيعملها او الانلاين سكيت بيعمله. وللاسف في تجار بيبيعوا الباتيناجات اللي ب 300 جنيه بيبيعوها ب 2500 جنيه. فالافضل انك تبقى بتركز في البراندات الاوريجينال وتشتري حاجه كويسه. من اشهر البراندات الاوريجينال هو الاف ار سكيتس، باور سلايد، سيبا، رول بليد، مايكرو. تاني حاجة، اتمرن في أكاديمية أو مع كوتش محترف. كوتش هيعلمك ستايل السكيتنج صح وبسرعة في أقصر وقت ممكن. لو أنت بتتمرن لوحدك ممكن تتعلم نفس السكيلز اللي أنت تتعلمها في الأكاديمية، ولكن في شهرين بدل ما تتعلمها في الأكاديمية في أسبوع مثلا. واهم ميزه ان انت هتبقى معاك كوتش هيعلمك الستايل الصح من البدايه، لان ساعات احنا بنتعلم ستايل غلط او بنتعلم الحركه غلط بتثبت معانا على الوضع الغلط ده، بيبقى صعب بعد كده ان احنا نغيرها. الامان في الاكاديميات والنوادي بيبقى افضل من الشارع، ودايما بيبقى فيه فريق طبي جاهز ان هو يتعامل مع اي اصابات لا قدر الله. واخيرا واهم نقطه، ما تستعجلش انك تنزل الشارع. اتعلم كل التولز وكل السكيلز اللي انت محتاجها عشان تنزل الشارع. قبل ما تنزل الشارع ما تعرضش نفسك للاصابه والخطر، لان سلامتك وصحتك اهم حاجه. نزولك الشارع بعد ما تتعلم حاجات مهمه جدا وحاجات اساسيه زي التوازن على سرعات عاليه، وزي انك تقدر تعمل تي بريك عشان تقدر تهدي سرعتك وتقف لو احتجت.